أعلنت السلطات القضائية المغربية الاثنين اعتقال 4 أشخاص وإحالة فتاة قاصر قاضي الأحداث، ثم إيداعها بمركز لحماية الطفولة على خلفية نشر فيديوهات تضمنت وفق النيابة العامة إهانة لهيئة دستورية، ووجهت للمتهمين في الملف بينهم الطفلة ملاك الطاهر البالغة 13 سنة وفق بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاهلة، تهم المشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد. وترتبط القضية باليوتيوبر الشهير المقيم في كندا هشام جيراندو المتهم بنشر فيديوهات عن الملك المغربي محمد السادس والحكومة المغربية، فضلا عن شخصيات عمومية، تتضمن اتهامات وانتقادات اعتبرتها النيابة العامة المغربية إهانة لهيئة دستورية. وأكدت النيابة العامة المغربية أن الفتاة القاصر وهي قريبة جيراندو متابعة في هذا الملف بسبب أنها هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معها بأسرة القرابة ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن، في إشارة إلى اليوتيوبر، بينما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عنها، معتبرة أن توقيفها هو استهداف غير مبرر بسبب علاقة عائلتها بالقضية.